السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نشارك معكم سلطه رائعه بين البربه والتفاح والزبيب. كتجي رائعه. كناخذوا البربه كنقطعوا طريفات كنديروها تفور. من بعد هادو المقادير اللي نشارك معكم: كناخذوا شويه الكركاع، واحد دانون ناتور، شويه الزبيب، نص حامضه، التفاح والبربه اللي فورناها. كناخدو تفاح حتى هو، البربه اصلا مقطعه طريفات صغار، حتى التفاح حتى هو كنقطعوه هكا طريفات صغار، طريفات صغار باش يجي تقريبا بحال البربه. نجربوا هاد السلطه كتجي زوينه وما تشبعوش منها. غير غتجربوها وغتعجبكم، ما غاداش تشبعوا منها. ونسيت ما قلت لكم في المقادير كاينه حتى معلقه العسل. كناخذوا البربه ديالنا كنزيدوا عليها التفاح راه دغيا كتوجد. نديروا لها الزبيب، كنضيفوا عليها داك دانون ياغور، داك الياغورت الطبيعي. راه كتجي لذيذه بزاف وكتعجب الصغار والكبار. كنديروا نص حامضه كنعصروها، وغنزيدوا معلقه العسل صافي. وهي السلطه ديالنا كتوجد دغيا دغيا. صافي كنخلطوا المكونات كاملين وكنحطوهم كنوجدوهم هكا في الطبسيل ديالنا اللي غنحطوه، وكنزوقوهم بشويه الكركاع، اولا تزوقيهم باللوز ولا الاكاجو. المهم اللي عندك متوفر راه غتزوقي به. بالكركاع كتجي حسن. المهم الا كان ما كانش ماشي مشكل. وبالصحه والراحه الى فيديو جديد ان شاء الله. وما تنسونيش من لي لايك ديالكم. شكرا بزاف لكم.